العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. مجلس إقليم القاش بركة يناقش حول تعزيز برامج التنمية الزراعية. الوعي النامي فيما يتعلق بأهمية التشجير يدفع لمزيد من العمل. الشباب العمال في مندفرة يتخذون مبادرة للتبرع بالدم. بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات عن منشأ كورونا ويطالبها بالتعاون. الجيش الأمريكي ينفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد قادة داعش في أفغانستان. وارتفاع ضحايا حريق مصنع في كراتشي إلى 16 قتيلاً. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس إقليم القاش بركة في 26 في مدينة بارونتو اجتماعا ناقش خلاله تعزيز برامج التنمية الزراعية وخاصة الجهود المبذولة لرفع الإنتاجية. الاجتماع الذي شارك فيه مسؤول المجلس في المديريات وشركاء العمل ألقى فيه رئيس المجلس السيد عثمان محمد علي كلمة دعا لبذل جهود حثيثة مدروسة لتعزيز الإنتاجية وإجراء دراسة دقيقة حول مساحة الأراضي الزراعية المطرية والمروية في الإقليم. وبخصوص برامج الإصحاح البيئي المخطط تنفيذ حتى عام 2022 على مستوى البلاد، طالب السيد عثمان أعضاء المجلس العمل بالتعاون مع مدراء المديريات وتنفيذ البرنامج حتى مارس القادم. من جهته ناشد حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي أعضاء المجلس في المديريات للعمل بالتنسيق مع مدراء المديريات وغيرهم من شركاء العمل لتنفيذ البرنامج التنموي على مستوى الإقليم ومنح الاهتمام لجمع ضرائب الأراضي والزراعة والمواشي. وأضاف السفير محمود علي قائلا أن المعلومات الآنية والدقيقة تسهم في إصلاح النواقص والقصور التي تظهر حسب المناطق، مناشدا لتنفيذ البرامج الممنوحة الأولوية. وطالب المشاركون في الآراء التي أدلوا بها من أجل منح اهتمام جاد لنواقص الزراعة المطرية والمروية وتعزيز دور المجتمع في الحد من الحرائق المشتعلة سنويا في المراعي. أفاد المشجرون النموذجيون في إقليم عنسبة بأن تنامي وعي المجتمع المدني فيما يتعلق بأنشطة التشجير دفعهم لمزيد من العمل. والمشجرون النموذجيون هم الذين يقومون بأعمال التشجير على القرى والمؤسسات الدينية والمدارس والأفراد، وبفضل المتابعة اللازمة استطاعوا جني جهودهم وصاروا نموذجا لغيرهم. ووفق البرنامج الصادر في عام 2017 في منطقة دقم حري بمديرية عتكليزان، قرص كل أسرة ما بين 60 إلى 90 شتلة ساهمت في نماء حوالي 70 ألف شجرة ورفع اسم المنطقة عاليا لتكون نموذجا يحتذى به. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة ضحية دقم حري السيد مدهان برهي أن النشاط بلغ إلى هذا المستوى للمتابعة الجيدة التي تجري له، مشيدا بدور الإدارة ووزارة الزراعة. كما أن كنيسة منطقة حليب منتل وبالتعاون مع السكان بدأت قبل عامين في حملة تشجير، ونتاج ذلك قاموا بغرس حوالي 800 شجرة في ساحة الكنيسة وتوجد جميعها في وضع جيد. وأوضح المعلم في مدرسة فتحي الابتدائية في مدينة كرن بأن المدرسة تعتبر نموذجا آخر فيما يتعلق بالتشجير على مستوى الإقليم، حيث تم غرس أكثر من 1300 شجرة في عام 2013 عبر الحملة الطلابية التنموية، وقد نمت جميعها جيدا وبدأت تقدم خدمات لازمة. من جهته قال القسم أبرهتو كفليوسوس من بلدة عتكليزان أحد المشجرين النموذجيين غرس في منزله أكثر من 250 شجرة. قال إن السر وراء نجاحه كان العمل دون كلل ولا ملل بالتشاور مع الخبراء. ودعا المشجرون النموذجيون كافة المواطنين للمساهمة والعمل بإخلاص لإخضرار مناطقهم.
شهدت مدينة مندفرة اليوم 28 من أغسطس تنفيذ برنامج التبرع الطوعي للدم بالتنسيق بين فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في مديرية مندفرة وكذلك جمعية متبرعي الدم الطوعيين. وأفاد مراسل إيرينا تنظيم سمينار حول أهمية الدم المتبرع به، وتبرع عمال مختلف المؤسسات الحكومية ب83 وحدة دم. وأوضح مسؤول خدمات نقل الدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن برامج التوعية الجارية ساهمت في رفع وعي المواطنين حول التبرع بالدم وتزايد المبادرات المتخذة حسب المناطق خاصة. وقال مسؤول فرع الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم في مديرية مندفرة الأستاذ قرزقي هرتولده إن العمل جار لإنجاح برامج التبرع الطوعي بالدم بمساهمة كافة أفراد المجتمع والجهات الحكومية. وذكر المشاركون في برنامج التبرع بالدم باتخاذ مبادرات للتبرع من أجل إنقاذ حياة لا تتعوض بدم يتعوض، مناشدين اتباع الشباب هذا العمل النبيل لاكتمال متطلبات المؤسسات الصحية. شهدت منطقة امبادرها في مديرية سرجغا بالإقليم الأوسط جلسة تشاور حول تعزيز مساهمة المجتمع المدني في العملية التعليمية. وأوضح في المناسبة التي شاركت فيها لجنة آباء مدرسة امبادرها الابتدائية دور المواطنين في صيانة البنى التحتية ومساهماتهم في اكتمال النواقص والقصور وتشجيع المعلمين. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ولد سلاسة أولوت أن سكان منطقة امبادرهو ساهم في العام الدراسي 2018-2019 بأكثر من 90,000 نقفة لصيانة البنى التحتية للمدرسة، وقد صعد ذلك في انسيابية العملية التعليمية، مناشدا إياهم لاتخاذ خطوات مماثلة لصيانة المدرسة التي تعرضت لأضرار الأمطار الغزيرة التي حصلت في 21 من أغسطس الجاري. وبعد أن تفقد أعضاء لجنة المدرسة الأضرار التي تعرضت لها المدرسة، ذكرت بأن المدرسة تحتاج إلى صيانة عاجلة لكون الحادث الطبيعي حدث في بداية العام الدراسي، داعين السكان القيام باتخاذ خطوات سريعة، وعلى وزارة التعليم إيجاد حلول سريعة لموضوع الكتب. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. وعلى الصعيد العالمي، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تلقى تقريرا من الوكالات الاستخباراتية الأمريكية حول أصول فيروس كورونا، مشددا على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتتبع جذور هذا الوباء لمنع حدوثه مرة أخرى. ويرجح التقرير الذي أصدرته مجموعة وكالات استخباراتية أمريكية أن تكون الإصابات الأولى في نوفمبر 2019 قد وقعت إما نتيجة لحادث في أحد المختبرات في ووهان بالصين، أو نتيجة ملامسة أو اقتراب من حيوان حامل للفيروس. وفي الأشهر الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة بعدما استبعدها أغلبية الخبراء. وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق أكثر عمقا بما في ذلك في الأوساط العلمية. يذكر أن بكين اتهمت واشنطن بنشر نظريات المؤامرة حول منشأ كوفيد-19، رافضة بالشدة النظرية القائلة إنه قد يكون تسرب من أحد مختبراتها. شن الجيش الأمريكي قرر بوساطة طائرة مسيرة ضد أحد مخططي تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وفق ما علنه.
وأوضح الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية في بيان إن القارة الجوية التي نفذت بوساطة طائرة بلا طيار وقعت في إقليم نانغرهار بأفغانستان، وأضاف المؤشرات الأولية تدل على أننا قتلنا الهدف. وجاءت هذه الضربة ردا على التفجير الانتحاري الذي استهدف مطار كابول قتل فيه العشرات بينهم جنود أمريكيون أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنه. ونفذت الضربة من خارج أفغانستان في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الإجلاء من مطار كابول الخاضع لمراقبة مشددة. وهذه أولى ضربة ينفذها الجيش الأمريكي منذ الهجوم الذي وقع في مطار كابول، وخلف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أمريكيا. وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، توعد الرئيس جو بايدن بالرد، وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دمويا الذي يستهدف الجيش الأمريكي في أفغانستان منذ عام 2011: سنلاحقكم ونجعل لكم تدفعون الثمن. أودى حريق اندلع بمصنع في كراتشي العاصمة التجارية لباكستان بحياة 16 شخصا على الأقل، واعتبر آخرون في عداد المفقودين وفق بيان للشرطة. وكان أكثر من 25 عاملا موجودين داخل المصنع الصغير الواقع في منطقة سكنية بالمدينة الساحلية عندما اندلعت النيران وانتشر الدخان الكثيف. وقال المسؤول في الشرطة شانغ هانغ خان لوكالة فرانس بريس إنهم يحاولون العثور على مزيد من الأشخاص المحاصرين، ويخشى أن لا يتمكنوا على الأرجح من الخروج، موضحا أنه ليس في المصنع مخارج طوارئ مناسبة في سياق متصل. أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان أن ضحية الانفجارات القوية التي هزت مستودعا للذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد ارتفعت إلى 12 قتيلا. أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن إعصار آيدا الذي تشكل قبالة سواحل كوبا ضرب جزيرة اللاخوفين تود. وقالت الوكالة في بيان إن إيدا ضرب الجزيرة الكوبية كإعصار، مشيرا إلى أنه تحول في وقت سابق من عاصفة استوائية إلى إعصار. ووفقا للمركز تصل أقصى سرعة للرياح إلى 120 كم في الساعة، ويتحرك الإعصار بسرعة 24 كم في الساعة، ويقع الآن جنوب غرب البلاد. وارتفعت أسعار النفط 2% محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، حيث بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار من المتوقع أن يضرب المنطقة مطلع الأسبوع المقبل. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. مجلس إقليم القشبركة يناقش حول تعزيز برامج التنمية الزراعية. الوعي النامي فيما يتعلق بأهمية التشجير يدفع لمزيد من العمل. الشباب العمال في مندفر يتخذون مبادرة للتبرع بالدم. بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات عن منشأ كورونا ويطالبها بالتعاون. الجيش الأمريكي ينفذ ضربة بطائرة مسيرة ضد قادة داعش في أفغانستان. وارتفاع ضحايا حريق في مصنع في كراتشي إلى 16 قتيلا. إلى اللقاء.